الرياضي اللي خاد لقاء ودي امام الفريق البنزرتي، وهذا اللقاء اللي عرف التعادل الايجابي باصابه لمثلها في اطار التحضيرات ديالو للاستعدادات ديالو للمباريات المقبله على مستوى البطوله ولا على مستوى الكاس العرش ولا على مستوى خصوصا عصبه ابطال افريقيا. التفاصيل ديال المباراه حتى والتشكيله اللي دخل بها الفريق وكيف كان المستوى ديال فريق الرجاء الرياضي. لك الكلمه. والفريق الرجاء الرياضي كما اشرت يعني اليوم خاد اولى اللقاءات الاعداديه ديالو استعدادا للموسم الرياضي المقبل. ان البدايه في التربص الاعدادي كان مصطفى الاشتغال على الجانب ديال اللياقه البدنيه، داروا شويه ديال لاشارج وهذا عنصر مهم جدا، ومشكور يعني الاخ بن ونيس اللي يعني واحد الاطار الكفاءه ديالو كتكلم عليه، ماشي عبد ربي اللي غادي ينوه به ولا اللي غنشكرو، لان تلع اللعابه اللي كيهضروا معاه قالوا لك بان كيخدموا معاه قالوا لك بان السيده مصطفى يعني بواحد الاحترافيه عاليه. هذه اولى اللقاءات الاعداديه انتهت بواحد الواحد امام النادي البنزرتي. انا في اللقاءات الاعداديه والله ما كيهمني مصطفى النتيجه، انا قلتها وكنعاودها. راه دابا كنشوفوا المباريات الاعداديه اللي كيتلعبوا في اوروبا راه كتنهزم فرقه ب4 وكتعادل ب5 هذاك الشيء ماشي معيار. ان الاهم في اللقاء الاعدادي هو انك كترجع للاجواء ديال التباري، كيجرب المدرب يعني الفلسفه ديالو الكرويه، كيحاول يغير المراكز ديال بعض اللاعبين. عموما اللي تلاحظ في التشكيل اللي بدا هو ان المدرب اعتمد على الثوابت ديال الفريق والعناصر اللي كيشوفهم غيكونوا معاه رسميين. انس الزنيتي، بولكسوت، بالعمري، العراسي، كامارا، زريده، خفيفي، بوزوك، النفاتي، الزرهوني، بوغرين. يعني تقريبا التشكيل الرسمي اللي غيبدا به هو هذا. يعني لعب اليوم زرهوني كراس حربه وكان بدا به حتى زيمباور العام اللي فات قبل ما يجي لاعب موهوب، ودار نفاتي وبوزوق في الجناب وبوغرين صانع العاب وكاميرا وزريده على مستوى الارتكاز والعراسي عوض مقدام. هذا هو التشكيل اللي مشى به. الشوط الاول انتهى بالتعادل، الشوط الثاني يعني كانت تغييرات، دخل حسين الرحيمي ولاعبين اخرين وتمكن حسين الرحيمي انه يسجل يعني الهدف ديال فريق الرجاء الرياضي، في انتظار طبيعه الحال انه يلعبوا كذلك اللقاء اخر اعدادي مع نادي ليون، ماشي ليون، مع فريق العين الاماراتي. العين الاماراتي يعني اعتذر. مورا هذه المقابله كتنتظرهم لقاءين رسميين يعني امام الفريق ديال النيجر، الحرس الوطني من النيجر. يعني الذهاب غيكون في النيجر والاياب ان شاء الله غيكون يعني في المغرب. شاهدنا ارتسامات طاقم تقني اللي يعني شاروا الاجواء الايجابيه جدا لميزات المعسكر ديال تونس وتكلموا عليه. كيعرف دابا المدرب، انا بان لي من خلال الفتره اللي قداها، لان يعني ما بلغني انه يعني نكباه هو والاخوه اللي معاه باش يشاهدوا يعني مجموعه من لقاءات الرجاء الرياضي اللي خاضوهم السنه الماضيه باش يوقفوا يا مصطفى على يعني الخصائص اللي عندهم واللعابه اللي غادي يجيو. الهجوم الان بعد المكتب طاع واحد الشوط مهم جدا في اطار يعني التقليص من حجم الاحكام النهائيه. بروتوكولات راه كتوقع باش يكونوا واجدين للميركاتو المقبل، يعني لتسجيل الوافدين الجدد. بالنسبه للعابه والميركاتو مازال ما كاينش شي حاجه بكل صراحه اللي هي رسميه ولا مؤكده ولا هذا. الثقل ديال الناس الرجاء دابا كله على باش يهزوا الملعب. كاين مهاجم ديجا تقترح يعني عليهم، نسيت الاسم ديالو، محمد ياتار على ما اعتقد. هذا كان خاد يعني مجموعه من التجارب الاحترافيه بارمينيا، ارمينيا كانت اخر تجربه ديالو، ولعب مع اوكسير مع ستاندارد دوليج. بالنسبه لبن عياده حسنا ما كاينش المنطق الى اللاعب هذا هو يمكن يعني كلب 400 مليون اللي بلغني يعني باش يوقع. المهم هذا الشيء اقترح عليه واش الناس رجاء يعني غيمشي يعني بزاف د المهاجمين تقترح على الناس الرجاء، ماشي غير هذا. هما المهم مؤكد راه مهاجم كيقلبوا عليه وكيشوفوا يعني على حسب الامكانيات الماديه ديالهم. هذا اسم من بين اسماء اخرين اللي كانوا تبروبوزوا، ما كاين لا رسمي لا شي حاجه قريبه لا والو، باش نوضعوا النقاط. راه تقترح كما تقترح اسماء اخرين. بن عياد مصطفى لا جديد بخصوصيه. بن عياد دابا انت تشوف الترجي الرياضي التونسي راهم كياخذوا لعابه اجانب، والترجي راه الامريكي ديال الفرقه اللي باغيه تدي دوري ابطال افريقيا. انا شحال هذا ما شفتش الترجي مصطفى كتد بهذه القوه هذه.
الترجي والاهلي المصري وماميلودي في العام الجاي ماشي غادي ياكلوا افريقيا، غياكلوا افريقيا وغيخرجوا حتى في اوروبا، لان الانتدابات اللي داروا والاستعداد ديالهم، لان كاين الفلوس وكاين الامكانات الماديه راهم كيشتغلوا عليهم. كما قلت بن عياد دابا الترجي راهم جابوا لعابه اجانب، راهم كيفرضوا لعابه كيوقعوا معاهم، مازال كينتظر يعني يسويو يعني الملف ديال بن عياد باش يفكوا فيه الارتباط، وما يمكن بغاو يسمح في مستحقاته الماليه باش يعطوه له ورقات. هادشي اللي كاين بالنسبه للرجاء الرياضي. وسي حسناوي، هذا المعسكر اللي خدا الرجاء الرياضي كما قلتي النتيجه لا تهم، واللي يقدر ما كيهم هو ان المدرب يوقف على الامكانيات ديال بعض اللاعبين اللي غادي يدخلوا يعني في لو سيستيم دو جو ديالو. هذا هو الاهم. اللقاءات الوديه كنظن انا دائما كنقولها ما لا تحل محل اللقاءات الرسميه. الرجاء بالاعتماد ديالو حسناوي على الثوابت ديالو فهو هذا الشيء اللي هو ايجابي. المعسكر كيدوز بواحد الشكل اللي هو جيد، وهذا الشيء اللي هو ايجابي. بقاو بعض اللاعبين اللي خصهم يلتحقوا بالفريق في اطار المفاوضات اللي كيسلكها المكتب المسير مع بعض اللاعبين. صحيح الامور فهي صعبه يعني باش يقنع بعض اللاعبين، والاغلبيه الاسباب فهي كتكون ماديه الحسناوي محضه. نتمنى نرى الناس ديال الرجاء الرياضي الحسناوي يحاول ما يمكن على مستوى خط الهجوم وعلى مستوى كذلك تطعيم الفريق بعض اللاعبين، لان الفريق كما قلت عنده استحقاقات اللي هي قويه وكتطلب لعابه يكونوا في المستوى. اما الثوابت فهي هذا هو شيء ايجابي بالنسبه للرجاء الرياضي. الثوابت كاينه، ولكن باش نكونوا واقعيين يجب تطعيمها. بعض اللاعبين اللي يعطيو الفرق يعني او يعطيو الفريق الفريق. ونتمناو المدرب، نتمناو حسنا وشفنا كذلك بعض الصور او بعض الفيديوهات المدرب واللاعبين كاين واحد التفاهم بين المدرب بين اللاعبين، وهذا هو اللي يعني واحد الجو اللي هو اخوي، وواحد الجو اللي يعني كيعتمد على العمل الجدي، وهذا هو اللي خصو يكون، وهذا هو اللي غادي كيعطي الحسناوي المجموعه تكون قويه، وهذا اللي كيعطي فريق يكون قوي. حنا الرجاء نتمناو لها حسناوي التوفيق، نتمناو لها كذلك الامور ديال حل النزاعات كذلك فهو يتوفق فيه كذلك، لان نبغيو مستقبلا ما نبغيوش الفروق ديالنا حسناوي نبقاو دائما نعيشوا في هذه الازمه ديال الماليه، وخصوصا من وقت كيقربوا شكايات ديال بعض اللاعبين. ولكن كنظن ان الرجاء الرياضي لقى الحل مع الاغلبيه ديالهم، ونتمنوا لهم التوفيق. وقلنا بان هناك المباراه المقبله غادي يجريها امام العين الاماراتي يوم 10 في هذا الشهر على ما كنظن، ونتمنوا لهم التوفيق حسناوي. اذا هذا بخصوص الرجاء.